السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل رز بلبن بطعم كريمي زي بتاع المحلات بالظبط ان شاء الله. معايا هنا ده نص مج رز مغسول كويس جدا. بنغسل الرز كويس جدا لحد ما تبقى المية بتاعته شفافة. تمام. انا هنزل عليه هنا بشوية مية بس يا دوب يغطوه كده علشان بس يستوي. دي مية سخنة علشان نختصر الوقت كمان. كده الرز استوى معايا. شوف هي نص مج رز، لكن بيزيد طبعا لما بيستوي. ننزل عليه باللبن. نص المج ده بياخد بالظبط كيلو لبن. اللبن ده على فكرة مش مغلي، لسه بخيره يعني، ولا اتغلى ولا اتحاش منه الدسم وخيره راح كده في الغلي. لا، هو هيغلي في الرز. شايفين هو بيغلي على النار. لما بيكون اللبن مش مغلي، يعني بتحطيه كده يغلي مع الرز. شوفي الدسم يعني بخيره، بيبقى بخيره في الرز. هنحط هنا ده عود قرفة، بيدي طعم ونكهة للرز فظيعة. عندي بقى كريم شانتيه. هو الكيس الصغير، ما بنجيبش الكيس الكبير، العبوة الصغير يدوب. نقلبها كويس. لو لقيتوه كده عمل تخريز كده، لا ما تقلقوش، هو بيفك مع نفسه. هنا بنحط قشطة، بس هي يعني اختياري، ممكن ما تحطيهاش. هي بصراحة انا لما جربت اعملها قلت اشتري علبة قشطة، بس بصراحة كانت تدبيسة لان هي غالية شوية، لان لو كنت اعرف كده ما كنتش جبتها بصراحة. هي بتدي طعم تاني للرز. بتخليه كده حاجة عاملة زي الكريمة، زي المهلبية، حاجة يعني ما بتبقيش عارفة انت بتاكلي ايه بالظبط، رز بلبن ولا ايس كريم ولا مهلبية. انا مش هحط العلبة كلها طبعا عشان العلبة كبيرة على كيلو اللبن او على المقدار ده. هنحط السكر وبعدين نجيب المضرب السلك بقى علشان المعلقة دي مش نافعة. ده مج سكر. والسكر ده حسب رغبتك، يعني في ناس بتحبه مسكر، في ناس بتحبه يعني سكر يكون مظبوط، في ناس بتحبه يكون عادم شوية، يعني دي انت ورغبتك. المضرب السلك ده او الويسك ده علشان بس ايه، نفك القشطة والكريم شانتيه. في نفس الوقت بيدوب السكر كويس.
هو من قبل ما نحط النشا القوام بتاعه جميل، وبصراحة انا دقته لا طعمه حلو جدا جدا. هنا عندي معلقة ونص بس نشا، معلقة ونص بس على شوية مية، وانا بكب كده بحرك كده لازم. شايفين؟ بص بمجرد ما حطيت النشا هو تقل اكتر. ما بنزودش عن معلقة ونص علشان ما يبقاش زي المهلبية وماسك في نفسه، لا بنخلي الطعم كده القوام كده جوسي، ومع الطعم بيبقى حكاية. انتوا متهيألكوا طبعا ان هو لسه خفيف، لا هو كل ما بيبرد بيتقل اكتر. ياخد غلوة واحدة بس ونطفي عليه. احنا مش بنستنى عليه لما نبرد، بنغرفه على طول في العلب اللي هنحط فيها علشان يمسك نفسه كده، وقوامه يبقى تمام وهو لسه وهو في العلب. وعلشان كمان لو سيبناه في الحلة هيربي وش. والله يا جماعة مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، يعني ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا. الريحة والطعم تحفة. احنا كده ده الرز بتاعنا بعد ما عبيناه في العلب ورشينا كده شوية مكسرات من على الوش. ايه رأيكم؟ ما شاء الله شكله جميل وطعمه تحفة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم ان شاء الله، وما تنسوش التعليقات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.